ازاي تنزل الفيديوهات بجودة عالية على الانستجرام، الريلز، الستوري والبوست العادي بانواعه، وكل ده هنتعلم ننزله بجودة عالية على الانستجرام بكل سرعة وسهولة وبالدليل. فيديو تاني ومعكم إلهامي. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه الخير، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو تاني ومعكم إلهامي. بعد اخر فيديوهين واللي اتكلمت فيهم عن ازاي تنزل صورك بجوده عاليه على الفيسبوك وانستجرام، فقلت احنا ليه ما نكملش الباكج بتاعتنا او البلاي ليست واعمل فيديو عن ازاي ننزل الفيديوهات بجوده عاليه على الانستجرام. ودينا اهو عملنا الفيديو وانت بتشوفه. فخلينا دلوقتي نسال سؤال مهم جدا وكتير من الناس بتساله وعايزه تعرف اجابته: ليه الانستجرام بيقلل جوده الفيديوهات، الريلز، الستوري والبوست بانواعه؟ الاجابه بكل بساطه يا صديقي ان انستجرام بيطلب جوده معينه لفيديوهاته، وانت فيديوهاتك اللي بتبقى موجوده في الجاليري تبقى جودتها عاليه، فبالتالي انت لما تيجي تنزلها على انستجرام بيضطر ان هو يضغط الفيديوهات دي ويقلل جودتها عشان يعرف ينزلها اصلا على الابلكيشن. فانا في الفيديو ده هقول لك ازاي تخلي الفيديوهات بتاعتك نفس الحجم اللي بيطلبه انستجرام او باعلى جوده ممكنه بيطلبها انستجرام عشان الفيديوهات بتاعتك تنزل بجوده عاليه. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وده الانستجرام والفيس بتوعي، تشرفني وتنورني متابعتك يا صاحب الوجه السينمائي. وبدون كلام كتير يلا نبدا. اول واهم حاجه هنتكلم عنها كفيديوهات في انستجرام يعني وهي الريلز. في اوبشن مهم جدا في البروفايل اللي عندك في انستجرام انت لازم تفعله عشان الفيديوهات بتاعتك تنزل بجوده عاليه، والاوبشن ده كالاتي: هتفتح البروفايل بتاعك وبعدين تضغط على الثلاث شروط اللي فوق دول وهتضغط على settings، تضغط على account وبعدين تضغط على الخيار ده. اتاكد انك مفعل upload at highest quality، وده اوبشن مهم جدا، اتاكد انك تكون مفعله عشان الريلز بتاعتك تنزل بجوده عاليه. لو دخلت على مركز المساعده في انستجرام هتلاقي كتب لك متطلبات تحميل الفيديو على انستجرام، فكتب لك شويه نصايح كده زي ما انت شايف. فاحنا اللي هيهمنا دلوقتي عشان الريلز هو الحجم اللي قدامك ده وهو حجم الريل. وفي النصيحه الثانيه كاتب لك وبيقول لك ان الفيديو بتاعك بحد ادنى يبقى 30 فريم ودقته تبقى كحد ادنى 720 بكسل، فده هنتعلم نعمله دلوقتي. فتفتح الفيديو بتاعك على برنامج VN، ده يعتبر بالنسبه لي اهم وافضل برنامج لعمل المونتاج في التليفون، كنت عامل فيديو كامل عنه انصحك انك تشوفه. وهتضغط على اوريجينال اللي موجوده فوق، وهتلاقي عندك احجام كتيره تختار الحجم اللي هو بتاع التيك توك اللي هو الحجم ده، وبعدين تضغط على السهم اللي فوق عشان تحفظ الفيديو بتاعك. بس قبل ما تعمل اكسبورت اتاكد انك عامل جوده الفيديو على 1080 والفريمات 30 فريم، وكده انت جاهز انك تعمل اكسبورت للفيديو بتاعك وتنزله ريل على انستجرام وهينزل بجوده عاليه. بس استنى، في حاجه مهمه جدا لازم تعملها قبل ما تعمل شير للريل بتاعك. انزل تحت هتلاقي الاوبشن ده اللي هو ادفانسد سيتنجز، اضغط عليه وبعدين تنزل لتحت عند اخر اوبشن هتلاقي عندك اوبشن اسمه ابلود ات هايست كواليتي. اتاكد انك مفعل الاوبشن ده وكده الريل بتاعك مستعد ان هو ينزل بجوده عاليه. جرب وهتدعي لي. عملت سبسكرايب ولايك، ولو حابب تعمل ريل عن ترند معين فيه ترانزيشنز وحاجات زي كده وحركات، فانا كنت عامل فيديو مخصوص بتكلم فيه عن افضل برنامج لعمل الريلز في 2023، فيديو مهم جدا انصحك انك تشوفه من الاي اللي فوق، بيعمل لك الريلز بتاعتك بضغط الزر واحده. انت متخيل؟ تاني واهم حاجه هنتكلم عنها كفيديوهات في انستجرام وهي الستوريز. في نصائح مهمه جدا انت لازم تاخدها في الاعتبار قبل ما تصور الستوري، ودي انا كنت عاملاها فيديو مخصوص اكثر من رائع، وكنت مصور جزء منه في العين السخنه، فيديو هيخليك حرفيا تصور الستوري بتاعتك بجوده عاليه، فتاكد انك تشوفه. وبعد ما تطبق شويه النصايح دي هتفتح الفيديو بتاعك على برنامج VN وتختار اوريجينال اللي موجوده فوق، وبعدين تختار حجم التيك توك، وبعدين طبعا تضغط على السهم اللي فوق وتحفظ الفيديو بتاعك. بس قبل ما تعمل اكسبورت اتاكد ان انت عامل جوده الفيديو على 1080 والفريمات تبقى 30 فريم، وتعمل اكسبورت للفيديو بتاعك، وبكده الستوري بتاعتك هتبقى جاهزه انها تنزل بجوده عاليه. تالت حاجه هنتكلم عنها وهي الفيديوهات في البوست العادي بانواعها. لو ركزت كده هتلاقي كاتب لك في اول نصيحه ان الفيديوهات في البوست العادي ليها 3 احجام: حجم الستوري وحجمين تانيين، ده من حاجه زي اللاندسكيب والتاني البورتريه. والنصيحه الثانيه بيقول لك ان الفيديو كحد ادنى يبقى 30 فريم 720 بكسل كحد ادنى. والنصيحه الثالثه بيقول لك ان لو الفيديو اقل من 10 دقائق فيبقى حجمه تقريبا نص جيجا، لكن لو ازيد من 10 دقائق وتتكلم في 60 دقيقه فبتتكلم في 3 جيجا. انت متخيل؟ هتفتح الفيديو بتاعك على برنامج VN وتختار اوريجينال اللي فوق، وهتلاقي عندك الثلاث احجام للفيديوهات كبوست على انستجرام: حجم التيك توك اللي هو الستوري يعني والحجمين التانيين. فانت اختار الحجم اللي انت عايزه واحفظ الفيديو واتاكد ان انت عامل 1080 بكسل و30 فريم وتعمل اكسبورت للفيديو بتاعك. وقبل ما تعمل شير للفيديوهات بتاعتك كبوست على انستجرام
هتنزل لتحت على ادفانسد سيتنجز وتنزل لتحت وتختار الاوبشن بتاع ابلود ات هايست كواليتي. اتاكد كويس انك مفعل الاوبشن ده، وبكده الفيديوهات بتاعتك جاهزه انها تنزل بوست على انستجرام بجوده عاليه يا صاحب الوجه السينمائي. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. ولو حابين اعمل فيديو عن موضوع معين اكتبوا لي في الكومنتس وانا بقرا كل الكومنتات يا اصحاب الوجوه السينمائيه. وكان معكم الهامي واشوفكم في فيديو تاني.